عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح الفل على أحلى وأغلى المشتركين ومشاهدين القناة، ويوم جديد وفي نص رمضان، وكل سنة وحضراتكم طيبين. نصلوا صيامنا الصبح مع الحمام. النهاردة هنتفرج على الدفعة اللي بتجري، دفعة الزغاليل الأولانية، وهنشوف إيه هو الدشار اللي على الطاولة. كلام مهم جدا جدا وحاجات وفنيات كويسة في نشر زغاليل، ومفيش زغلول هيقع لك من النهارده، النهارده مفيش زغلول هيقع. تعالى نتفرج ونفتح الدفعة الأولانية ونشوف هنعمل ايه في الدشار اللي على الطاير ونحط فيه الزغاليل. يلا بينا، شرفني وجودكم معايا في الفيديو. فتحنا الزغاليل اهي كده، كل الزغاليل لمت وبتجري بقالها كذا يوم تختفي كده. جزخنج فيهم اللي هو الازرق القطيفه كده، البنفسجي اللي ما كانش بيلم. الزغاليل زي ما حضراتكم كده شايفين طالعه. النهارده هنديها حصه ساعه ونص. الزغاليل طالعه باينه، سخنه، بتسخن، شبعانه. طبعا الزغلول مجوعهوش. الحمام لو عودته على الجوع حمامك الزغاليل هتتضرب. الزغاليل طالعه بسم الله ما شاء الله. بس الشمس شويه، احنا الساعه 7:30 صباح. دوا الزغلول وجريه الصبح قبل الحر وقبل اي حاجه، بس نخلي بالنا من الشبور. الزغاليل تبدأ تمشي، مسكت العالي اهي وبتمشي، وبنعودها دلوقتي على الشوارة العلم، ونحط العلم، ولا بخبط ولا بصبر. كل حاجة بالصبر، وكل حاجة تديها وقتها وميعادها طالما انت شغال صح. الزغاليل كده واخدة في وشها، واول ما تختفي نشوفه مع بعض الدشار اللي على الطاير واهم اسباب عدم وقوع الزغاليل. من النهارده مفيش زغاليل هتضيع من عندك. هنشوفه، تابعونا لاخر الفيديو، معلومات مهمه من اول الفيديو لاخر الفيديو. النهارده عندنا دفعه لسه ما اتفتحتش خالص اهي. الدفعه دي بنحطها في الدشار اللي على الطاير. هنشوفه ونعرفه ايه هو الدشار اللي على الطاير. الزغاليل مش هتقع ولا زغاليل هتقع. الدشار اللي على الطاير اللي هو سلاك السلك المكشوفه اللي في البلكونه. الزغلول اهو هيعمل مزرزر مشبح في جسمه. زغلول ابلق الشربوند والزغلول الاسود. زغلولة شعلة. زغلول هيعمل رقبة خضراء، صفيق رقبة خضراء. زغلول الشربوندو، زغلول اسود. ان شاء الله هنفتحوا الزغاليل البولق دي ونتفرجوا. ميزة الدشار اللي على الطاير ان الزغلول بيبقى كاشف الرغية من بره. معظم الناس بتدي دشار على العرق، سايب الزغاليل تحت الشبكة في الأرضية، لكن الزغلول محقش الرغية من بره، معرفش شكل الرغية. لو طالع من الأرضية ووقع ما يعرفش ريته من بره شكلها. فضروري جدا جدا الدشار اللي على الطاير
يخلي الزغلول يشوف الغية من بره. ده زغلول صافي ابيض كويس هيطلع كويس، وده صافي ابيض اهو، زغلولين لسه ما نشفوش. بنحطهم في الدشار اللي على العرق، نحطهم في الدشار اللي على الطاير اول طلوع، بعد طلوعهم الغيه ب3 4 ايام يبدا الزغلول يتعود على الجو بتاع الغيه. بعد ما كان في السلاكه ودافى مش هنحطه في الدشار من اول يوم. وبشتغل معاه اعشاب ورافع مناعه عشان خاطر ما يبقاش فيه برد. في ايام الحر بدي حاجات للاجهاد الحراري اللي احنا هنتكلم عليها. بنخلي بالنا وبنراعي الزغلول ان كان من برد او درجه حراره عاليه، الاثنين يزعلوا الزغلول. كده بصوا كده على الزغاليل اهي كده في الدشار، حط لهم ميتهم، حط لهم الميه فيها رافع مناعه سانسو اميون كويس جدا. اشتغل بالاعشاب في الكلفه، الزعتر، البرجقوش، الكمون، الكزبره، الحلبه الناعمه، كل الحاجات دي كويسه وبترفع لي جهاز المناعه، تحمي الزغاليل من حاجات كتير. الناس اللي جربت الدشار اللي على الطاير الحمد لله مفيش زغاليل بتقع لها دلوقتي. بيفتحوا الزغاليل واللي بيقع بيجي وبيبقى عارف طالما اختيارك للزغلول من الاول صح. اختار زغلول كويس متجرب اهاليه. كان لو انت بتجيبه من عند حد لازم تتاكد ان هو يكون اخواته طايره بتتنش وبتشوفها قدام عينيك. عملت معاها الصح اديتها تشرب الصح ما تخافش. الدشار اللي على الطاير من بعد ما جربناه الحمد لله مفيش ولا زغلول بتوعه. من النهارده لو عملت واتبعت الخطوات اللي احنا بنقولها لحضرتك من اول طلوع الزغاليل لحد فتحها مفيش زغلول هيروح. السلسله نشرحها على كل دفعه، يا ريت تلحق دفعه وتتابعني فيها من الاول، من اول الدشار لحد تحفيظهم البيبان لحد ما افتحهم من غير شبكه ودربهم، وبعدي على خطوات ومراحل كتير في تدريب الزغلول. وعشان كده بنقول الزغلول اصعب انك تجيب فرد كبير وتفتحه. وكلها مدارس وكل مدرسة على راسنا وتحترم، ولعل كلامنا يكون يعني معلوماتنا متواضعة بتفيدكم، والتجربة خير برهان. هنجرب ده وهنجرب ده ونشوف كل شيخ وليه طريقة وأنهي الأحسن وأنت بتنفذ. حاجات فنيات بسيطة في غاية الحمام بس اتعلمناها من حبنا في الحمام وعشقنا في الحمام. عرفنا ازاي الصح من الغلط وازاي اجرب الزغلول وازاي احافظ عليه ان هو ما يقعش. بتتعب وبتفرق والله والله والله. اعرف ناس كانت بتروح لها ب30 زغلول في السنة، وبالذات اصحاب الغيات العالية وعلى عماير عالية. افتح الزغاليل الزغلول يقع، مفيش دشار فتحوا لسه الزغلول طاري صغير. تعبه بيروح على الفاضي، تعبه بيروح لغيره، بيوزع الزغاليل اللي بيفرخها على الناس. الكلام ده ناس سمعاه وناس عارفاه وفعلا حصل. من بعد ما احنا اشتغلنا صح ودشرنا الزغاليل صح وعرفنا الميعاد الصح اللي احنا هنعرفه في الفيديوهات اللي جايه في الدفعه دي، مفيش زغلول عادي. الدفعه الاولانيه جرت مختفيه وجو جميل واجواء جميله رمضانيه، صايم وحاجه جميله. بعد ما بفتح الزغاليل نقرا شويه في القران، شويه عباده، يعني حاجه جميله انك انت تقعد في الغيه تبقى مع ربنا.
كل سنة وحضراتكم طيبين، ورمضان بيجري واحنا نص رمضان. ربنا يهدي الجميع ويبعد عننا شياطين الإنس والجن اللي بياخدوا مجهود أي حد وبياخدوا فيديوهاته أو يحطوها على القناة وياخدوها ينسبوها ليه. ربنا يهدي الجميع إن شاء الله بإذن الله. مكملين وهنشوفوا أهم فنيات فرخ الحمام وتقليب الحمام والعلاجات، كل حاجة، والنش، كل ما يخص غاية الحمام. مفيش حاجة بغاية الحمام ما بنقولهاش لحضراتكم على القناة. شكرا ليكم وشكرا لحسن استماعكم. يا رب تكونوا مبسوطين، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، ولايكك وتعليقك الحلو بيدينا دافع اللي احنا نكمل معاكم فيديوهاتنا على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.